السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، رجعنا لكم تاني والنهاردة هنحل تدريبات على الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم نحل تدريبات على الدرس الثالث في الوحدة الأولى في الجغرافيا، الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي. أول سؤال بيقول: ما المقصود بالمراعي الطبيعية؟ إيه هو مفهوم ومصطلح المراعي الطبيعية؟ المراعي الطبيعية هي حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان، وترعى بها حيوانات مختلفة حسب غنى هذه المراعي. مفهوم المراعي الطبيعية يجي مثلا يقول لك: ما المصطلح؟ هي حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الإنسان وترعى بها حيوانات مختلفة حسب غنى هذه المراعي. تقول له مصطلح بتاعها المراعي الطبيعية. نيجي نروح للسؤال اللي بعد كده، بيقول: أسباب قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي بما تفسر. إيه هي أسباب إن إنتاج الأسماك في الوطن العربي بيكون قليل؟ إيه أسباب إن هو بيقل إنتاج الأسماك في الوطن العربي؟ رقم 1: استخدام الصيادين الأساليب البدائية في الصيد ونقل وحفظ الأسماك. الصيادين بيستخدموا أساليب قديمة جدا بدائية في الصيد، وده كنا شارحينه في الدرس في الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي. كنا شارحينه في الدرس وجبناه أسئلة تاني. رقم 2: التلوث اللي بيؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الأسماك. ورقم 3: ترك الصيادين حرفة الصيد واتجاههم إلى استخراج البترول والصناعة. سابوا حرفة الصيد وراحوا يتجهوا لحرف تانية زي استخراج البترول والصناعة. رقم 4: الصيد في الأوقات الممنوعة أو الصيد باستخدام الشباك الضيقة. وبرضو قلنا مقترحات لحل الأسباب قلة إنتاج الأسماك. تقوم الدول العربية بتربية الدواجن. السؤال بعد كده بيقول: تقوم الدول العربية بتربية الدواجن بما تفسر. السبب إن الدول العربية بتقوم بتربية الدواجن: رقم 1: للاستفادة من لحومها وبيضها، وكمان رقم 2: للحصول على بديل للحوم الحمراء. رقم 1: عشان يستفيدوا من لحومها وبيضها، ورقم 2: الحصول على بديل للحوم الحمراء اللي بتنتجها الأبقار والجاموس. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس، وده آخر سؤال في التدريبات. يقول لي: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. أكبر دولة من دول الوطن العربي بتنتج أسماك هي إيه؟ أكبر دولة من دول الوطن العربي إنتاج الأسماك هي السعودية ولا المغرب ولا تونس ولا مصر؟ طبعا المغرب. المغرب هي أكبر دولة من دول الوطن العربي إنتاج الأسماك، وده كنا قايلينها في الترتيب بتاع الدول من أكبرها من الدول المنتجة للأسماك. رقم 2 بيقول لي: اختار من أهم الدول العربية اللي بتقوم بتربية الخيول الأصيلة العربية الأصيلة، الخيول العربية الأصيلة. ليبيا ولا مصر ولا السودان ولا الأردن؟ الإجابة مصر. السؤال بعد كده بيقول: تقتصر تربية الجاموس على دولتين نقط. مصر والسودان ولا مصر والعراق ولا مصر والأردن ولا السودان ولا العراق؟ تقتصر تربية الجاموس على دولتي مصر والعراق. وكده نبقى خلصنا التدريبات. ومتنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشكرا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.